السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة. كما كتشوفوا الوصفة ديال اليوم غادي نوجد معكم حريشات صغار، وسائلة، حرشة سائلة ماشي الحرشة زعما اللي الحرشة المعتادة ديالنا اللي كنعرفوا كنوجدوا. هذه كتجي سائلة وكتجي مختلفة بزاف على الحرشة الاخرى. كتجي لذيذة لذيذة بزاف، يعني البنة ديالها راه كنتمنى تجربوها وتجربوا بنفسكم وتشوفوا البنة ديالها كيفاش كتجي. اللي داقها عندي كيسولني على المقادير ديالها، ويعني بسيطه ماشي شي حاجه اللي واعره ولا صعيبه بزاف، بسيطه بزاف والمقادير ديالها في المتناول. دوزوا معايا المقادير وطريقه ديال التحضير. كما كتشوفوا في المقادير غادي نحتاج زلافه ديال السميده، انا راه درت كونتيتي كثيره، درت زلافه تقدروا ديروا غير نص الكميه. زلافه ديال السميده الخاصه بالحرشه، ساشي ديال الخميره، عندي واحد رويس معلقه ديال الخميره الفوريه يعني خميره ديال العجينه، ونص معلقه ديال سنيده، والملحه على حسب الذوق. عندي تما 4 كاس ديال الزيت، 2 معالق كبار دايبين ديال الزبده، عفوا ماشي الزيت، 2 معالق كبار دايبين ديال الزبده، نص اطرو ديال الحليب، و ولكن على حسب السميده، ربما تكون تشربها ولا ما تكونش كتشرب. انا هذه هزت ليا نص اطرو نيشان، تقدر تهز لكم اكثر تقدر تهز لكم قل، المهم عينيكم ميزانكم. الا بقى خاصها شويه د الحليب ممكن زعما تزيدوا لها الحليب، ولا ممكن تكملوا غير بالماء. كتجي ساهله وصراحه البنه تجي لذيذه بزاف، يعني الحرشه اصلا بنينه كما درنا لها كتجي، يعني الحاجه اللي كتكون فيها السميده تجي لذيذه، وهذه مع الحليب وصراحه كتجي رائعه. هنا صافي السميده خويتها في داك البول وغادي نبسبسها بديك الزبيده. تقدروا ديروا نص زبده ونص زيت، المهم الزبده كتعطيها واحد اللذه زوينه وكتجي هشيشه بزاف. انا كنفضل ندير فيها غير الزبده بوحدها. صافي كنبسبسو هذيك السميده مع الزبده مزيان، تنحسو يعني بدوك الحبات ديال السميده كاملين تقاسونا بالزبده. من بعد ضفت الخميره والخميره ديال الخميره الفوريه وسنيده والملحه. يعني الخماره غادي نخليها هي اخر حاجه، ما غاديش ندير هذا. كما كتشوفوا راني ما جربت لا فيديو لا والو، ويعني كتحضر دغيا دغيا تتوجدي. كما تشوفوا راه حضرتها معاكم يعني نيشان، ما جربتش نهائيا الفيديو. والحليب خاصو يكون دافي، ما يكونش سخون بزاف، غير دافي وصافي، كما تنقولوا هي ميته للبروده. انا عبرت معكم درت زلافه هي الاولى صافي، ومن بعد وليت زدت هذاك الشيء اللي بقى. وما نحاولوش نخلطوها ولا نديرو غير شويه ديال الحليب زعما ونعجنوها، ولا ما كتعجنش، كنخويو ونخلطو نيشان، ما نعجنوهاش. حنا كنعرفوا الحرشه ما خاصهاش تعجن كيما هذه كيما الاخرى، ما خاصش تعجن. تنخويو الحليب في خطره وحده، ما بقاوش نزيدو شويه بشويه ولا في مره واحده نخويو الحليب وعاد الا خاصنا نزيدو. صافي الخميره اخر حاجه درتها هي الاخرى. صافي كنخلط واحد شويه، هي واحد شويه ماشي بزاف. صافي صافي غير نحس بهذيك الخميره يعني دخلت ليا مزيان في الخليط. صافي كما كتشوفوا الخليط كيجي جاري، ولكن كنغطيوه. هانتوما كما كتشوفوا غادي نغطيوه، غادي نخليوه واحد 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه، منها تشرب الخمير زعما منها تشرب السميده، ومنها تخمر لنا زعما الحريشه ديالنا. هكا كما كتشوفوا من بعد ما شربات خليتها تقريبا واحد 15 دقيقه. صافي ودزت باش نطيبها مقله تكون ما كتلصقش، يعني خاصه بالبغيره ولا اي مقله، المهم ما تكونش كتلصق.
كندهن المقله بالزبده، كندهن الدهن اختياري، اللي بغى يدير الزبده، اللي بغى يدير الزيت، اللي ما بغى يدير والو ما يدير والو. الزبده كتعطي هذيك التحميره زوينه وصافي. البوطه تكون مهيله، ما تكونش باش ما تطيبش لينا من على برا وتبقى معجنه من الداخل. الحرشه الاخرى كتبغي البوطه تكون مجهده، هذه البوطه تكون قليله باش كطيب وكتنفخ على خاطرها. والحجم على حساب الذوق ديال كل واحد، تقدروا ديروها كبيره، تقدروا ديروها صغيره، تزيدوا مازال تزيدوا تصغروا. المهم انا درتها بهذا الحجم هذا. كيف كتشوفوا غطيتها باش تشد ليا راسها مزيان صافي، وقلبتها. كتجي محمره وتتجي لذيذه بزاف صراحه، كتجي رائعه وسهله، يعني كتوجد دغيا دغيا، ما كتعطلش كاع. كديروا القياس اللي بغينا وكنبركوا عليها شويه بالمعلقه. صافي كنستمر على هذا الشكل هذا حتى غادي نكمل الحريشات ديالي كاملين. تجي محمره، ديك الزبده هي اللي كتعطيها هذيك التحميره، كتجي محمره مع الجنيبات وتجي محمره كامله. وصافي بعد ما كملت قدمتهم الحريشات مع شويه ديال الجبن وشويه ديال العسل. كيجي الشكل ديالهم رائع وكيجيو لذاذين بزاف. كنتمنى الحريشات ديال اليوم تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم، وكنتمنى من كل قلبي تجربوهم لانهم فعلا كيجيو رائعين وزوينين بزاف ولذاذين بزاف. والى وصلتوا حتى للنهايه ديال الفيديو وعجبكم الفيديو وعجبتكم الوصفه ديال اليوم، خليو لي لي جيم ديالكم ولي كومونتير ديالكم حتى هما، والصحه والراحه.